على قدم وساق تشهدها محافظة بابل للمشاركة في بطولة العراق للعبة الباركور، والتي ستشارك فيها مختلف الفرق الرياضية ومن جميع المحافظات العراقية للمنافسة على إحراز لقب البطولة. لعبة الباركور في بابل حاليا دا نجهز لبطولة العراق. دا نجهز منتخب بابل. وحاليا ما شاء الله الأبطال تطور مستمر، فإن شاء الله قريبا يشاركون كل أفرع العراق، كل محافظات العراق بها. وإن شاء الله نحصل مستوى محافظة بابل. ان شاء الله رياضة الباركور جا نستمر بها ان شاء الله. انجاز كبير ان شاء الله، راح تنفتح ان شاء الله بعون الله بطولة العراق ان شاء الله. اول قاعة انفتحت في بابل رياضة الباركور، ان شاء الله مستعدين للبطولة وان شاء الله نسوي بها انجاز ومستمرين بالرياضة. الفريق البابلي أبدى حماسة كبيرة لخوض هذه المنافسة في وقت أبدى اللاعبون فيه رغبتهم للمشاركة في المنافسات الدولية لوضع بصمة البلاد في المحافل الإقليمية والعالمية. مستعدين للمشاركة في بطولة العراق، وإن شاء الله نرفع رأس المحافظة، وطموحاتنا أنه نشارك ببطولات العالم إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. إن شاء الله مستعدين، وهسه عندنا وحدات تدريبية جاي نتمرنها إن شاء الله. عندنا 4 أيام وراح تكون البطولة عندنا هالأيام القادمة إن شاء الله بالنجف الأشرف. البرجر باختصار يعني هي تجذب النظر، يعني فاني رياضة أحبها كلش من زمان بدي أدخلها. فقاعات يعني كان مو بكثرة، ف وتبعدك انه هو شغلات يعني كان الشغلات السلبيه تبعدك، وبنفس الوقت يعني لياقه بدنيه اكيد. رياضات جديدة دخلت الساحة المحلية حديثا، ما يعكس التواصل والاهتمام الذي يبديه الوسط الشبابي الرياضي في تطوير الرياضة العراقية من دون الاكتفاء بالألعاب الجماعية التقليدية. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تيفي.